ركز معايا، هشرح لك وهشرح لك معلومات مهمة جدا من غير رغي كتير، الملخص والتفاصيل. لو انت مش مفوق يبقى لازم كوب القهوة لذيذ المذاق اللي هيخليك تركز معايا. انت لسه قاعد، قوم اعمل قهوة او اعمل اي حاجة لذيذة انت بتحب تشربها. هتكلم عن اسطورة المكملات في اي رياضة انت بتقدر تستخدمه او حتى في حياتك عادي. هو من اهم 8 مكملات. ايه هم ال8 مكملات؟ شوف الفيديو ده وهتعرف اهم 8 مكملات انت تقدر تستخدمهم. شرح بالتلخيص كل مكمل فيهم، وهبدأ اشرح كل واحد فيهم بالتفصيل واحدة واحدة. وهنبدأ بأهم مكمل وهو افضل واحد وهو الكرياتين. ايه هو الكرياتين؟ الكرياتين هو حمض اميني بيكون موجود اساسي في العضلات وفي الدماغ، وطبعا ليه فوائد كتير للرجالة وللبنات. طيب والاضرار؟ مفيش بحث اتعمل اثبت ان الشخص السليم ممكن يحصل له اي سايد افكت من الكرياتين لو بيستخدم الجرعه تمام. وطبعا هنتكلم عن اهم مصادر غنيه بالكرياتين من الاكل. طيب فوائد الكرياتين: بناخد الكرياتين من النظام الغذائي ومكملات عشان عنده القدره على زياده جسمك بالطاقه، وكمان ليه فوائد ثانيه للبنات زي علاج الاكتئاب. ومن توقعاتي الكرياتين هيبقى ليه مستقبل كبير قوي في علاج الاكتئاب قريبا، برغم من استخدام الجرعات بتاعته غير واضحه ولسه بيعملوا عليها ابحاث، وتحتاج دراسات لادراك الجرعه المطلوبه عشان تحقق الفائده دي. 2. تحسين الخصوبه لدى النساء. في دراسات ظهرت ان الكرياتين بيساعد في تحسين خصوبه الرجال اكتر من النساء، بس برضه ليه دور كبير في توفير الطاقه الخلويه. برضه ليه اهميه كبيره في الحالات والتغيرات الهرمونيه اللي بتحتاج طاقه، محاربه الشيخوخه. في دراسات اثبتت ان استخدام مستحضرات تحتوي على الفوليك اسيد والكرياتين ساعد على علاج الضرر الناتج عن الشمس والتجاعيد. وطبعا من فوائد الكرياتين للبنات والرجال: 1. تحسين الاداء الرياضي، هتلاقي نفسك بتتطور بشكل اسرع. 2. تعزيز الاداء العقلي. 3. علاج الامراض المتعلقه بضعف العضلات. طيب ممكن تفاصيل شويه بس ركز معايا. تحسين الاداء الرياضي ايه اللي بيحصل؟ يستخدم الكرياتين اللعيبه اللي بتلعب التمارين متوسطه او عاليه الشده، ده عشان الكرياتين عنده القدره في انتاج الطاقه لتحسين الاداء في التمرين، وكمان بيزود الكتله العضليه. كمان بيساعد على استشفاء العضلات بعد التمرين بشكل اسرع، بمعنى انك التمرين اللي بعدها هيكون ادائك افضل. عزيز الاداء العقلي. في دراسه اتعملت على 45 شخص وكان اخذهم للكرياتين ساعد في تحسين اداء الذاكره واختبارات الذكاء، من تحسين الادراك عند الناس الكبيره. علاج نقص الكتله العضليه، معنى ان الكرياتين بيساعد على زياده الكتله العضليه وتحسين كثافه العظام. علاج الامراض المتعلقه بضعف العضلات. الكرياتين ليه دور في علاج بعض الامراض مش كلها الناتجه عن ضعف في العضلات، زي امراض القلب وخلل النمو العضلي. كمان مساعده الاشخاص اللي اكلهم كله نباتي على بناء العضلات، عشان بيكون نسبه الكرياتين في الجسم النباتي قليله مقارنه بالاشخاص التانيه، بيحتاج وقت اطول لكمال الاجسام. اضرار الكرياتين: دراسات كتير اتعملت بتبين ان الكرياتين امن 100%. ده مش بحث او 2، لما بقول كتير بيكونوا فوق ال100 بحث. الكرياتين مش بيزود بخطوره الاصابه بامراض اخرى. الحالات اللي تحذر منها استخدام الكرياتين: مرضى اللي عندهم امراض في الكبد او الكلى يفضل انه ما يستخدمش، ممكن بيسبب الكرياتين جفاف. عشان كده الميه مهمه جدا، اشرب ميه كتير. يبقى انا باخد الجرعه ازاي؟ حاجه الجسم من الكرياتين، ممكن تعرف تاخد نصف الحاجه اليوميه من الكرياتين لجسمك اليومي من الاكل، ويقوم الجسم بتصنيع الجزء الثاني. تعال ركز معايا، تختلف حاجه الجسم من الكرياتين، بمعنى يعني الشخص الطبيعي بيحتاج من 1 ل 3 جرام يوميا من الكرياتين، لكن لما بتكون رياضي وبتبذل مجهود كبير بتحتاج من 5 ل 15 جرام كرياتين يوميا. كان في حاجه اسمها تحميل، هتعرف تركز معايا؟ اكيد هتعرف، يلا بينا ركز. الطريقه الاولى بتكون فترتين. فتره اولى بتكون التحميل لمده 5 أو 6 ايام، بتاخد كل يوم 20 جرام يوميا، يعني بيكون في رينج 4 سكوب. الطريقه الاولى بتكون فترتين. فتره التحميل بتبدا من 20 جرام يوميا لمده 5 أو 6 ايام. الطريقه الثانيه بتاخد 10 جرام من الكرياتين بدون فتره تحميل قبل كده، ده يوميا 10 جرام يوميا. تقدر تاخد جزء بسيط من الكميه اللي انت محتاجها من اللحمه الحمراء او الاسماك. مثلا في اللحمه الحمراء كل 450 جرام بيكون فيه حوالي من 1 ل 2 جرام كرياتين.
وسمك السلمون بيكون برضو كل 450 جرام فيهم حوالي من 1 ل 2 جرام كرياتين. يبقى انا اخد الجرعه امتى؟ افضل وقت لو انت مش هتتمرن تاخدها في بدايه يومك، بعد ما تفطر بتاخد السكوب بتاعك او الكميه بتاعتك اللي انت هتاخدها، بس برضو بتحاول ان انت تقسمها. لو هتتمرن بتاخد قبل وبعد التمرين او بعد التمرين فقط عادي. دول اهم 3 مواعيد للكرياتين. كده نكون شرحنا اول مكمل غذائي من اهم 8 مكملات تقدر تستخدمهم. لو انت لسه ما شفتش الفيديو بتاع اهم 8 مكملات يبقى فايتك كتير، ممكن تخش تشوف الفيديو. لسه هكمل شرح باقي المكملات. في اي سؤال ممكن تسيبه في الكومنت وهرد عليه. تابع معايا، هنزل كل حاجه بالتفصيل عن اهم 8 مكملات.